فاكر اللي بيضرب ابويا. للاسف الاخلاق راحت في طريق مش راجعه منه، والضمير مات، والقلوب بقت جحده، والناس نسيت ان كله سلف ودين، واللي انت بتعمله النهارده بكره هيتعمل معاك اضعاف. الراجل اللي يمد ايده على شيخ كبير عنده 65 سنة ده لا يتقال عليه راجل ولا عنده نخوة ولا تربية. ده انسان عديم الرحمة، قلبه حجر، ناسي ان الزمن دوار، وان يوم من الايام هيكبر ويتمنى الناس ترحمه. ارحم ترحم. اللي يضرب مسن ما يستحقش احترام ولا عذر، ده عار على نفسه قبل ابوه وامه. ما تخيلتش لحظة ان ممكن يبقى ابوك مكانه؟ انت استقويت على الضعيف، لا وبتضربه قدام بنته كمان. انت كده راجل؟ انت كده قوي؟ انت جبان ومفتري. انت مش انسان، للأسف الحيوان عنده رحمة عنك. انت حتى مش شاب في العشرينات نقول جيل جديد او شاب طايش، انت كبير يعني فاهم انت بتعمل ايه. الرجولة مش انك تبين قوتك على الضعيف، الرجولة انك تحترم الكبير وتساعده مش تهينه. واخر كلامي عايز اقول للشيخ الراجل الطيب اللي في الفيديو، ربنا كبير وهو اللي شايف اللي ظلمك ومد ايده عليك، هياخد جزاؤه. انت غالي ومكانتك كبيرة، وربنا عمره ما ينسى حد اتأذى. انت تاج على راسنا، والضربة اللي وجعتك وجعت قلوبنا كلنا. خليك قوي وما تحزنش، لان الكرامة مش بتتقاس بالعمر ولا بالقوة، بتتقاس بالقلب الطيب والنية الصافية، وده كله فيك. ربنا يديك الصحة وطولة العمر.